الزمالك يمرض ولا يموت، المقولة دي حقيقية وبالفعل بتتعمل دلوقتي. الزمالك النهارده بيفوز على بتروجيت في مباراة كانت لازم الزمالك يكسب بصراحة عشان يخرج من أزمات كتير، اللعيبة نفسها يبقى عندها ثقة. الزمالك النهارده اعتمد على لعيبة كتير صغيرة في السن وده كان حاجة كويسة جدًا، ولكن كان في استبعاد للعيبة معينة ما نزلتش هنتكلم عليها في الفيديو ده. الزمالك النهارده لغاية الدقيقة 65 70 10 على 10 وشغال 10 على 10. أول ما جه لقاء أول ما جه تبديل شيكو بانزا، أنا عرفت إن إحنا هنفقد كورة كتير. يا جدعان حد يفهم الراجل ده إن الكورة لازم تتباصى صح، مش جري، ويا ريته حتى بتجري صح، أنت بتجري توصّلها للجون عندهم. يعني والله أنا لو مدرب بالعب عليك لاسيب أي لاعب عليك، هاسيبه مش هاخلّيه يمسكك، تخيّل! مش هاخلّيه يمسكك أصلًا، يمسكك ليه؟ ما أنت بتدّينا الكورة أصلًا، أنت بتدّينا الكورة من غير حاجة. يعني بجد أقرب طريق ومشّوا شيكو بنزا، مشّوه، مش محتاجينه، والله ما محتاجينه، أنا ألعب بعيل صغير أحسن منه مليون مرّة. شيكو بنزا صفقة فاشلة مليون في المِيّة، حتى لو بقى يهدِّف، لو بقى يجيب لي 400 جون في الماتش، برضه صفقة فاشلة من وجهة نظري. خوان بيزيرا يا جدعان اشتغلوا معاه الfinish، لاعب كويس جدًا، بيستخدم كورة حلوة جدًا، اشتغلوا معاه الfinish. ناصر منسي ما ينفعش يمشي، عواد، محمد عواد ما ينفعش يمشي. ما عندكش حارس quality عالي زيه، ما عندكش حارس كويس أصلًا زيه، ما عندكش حراس في الزمالك زيه. الخلافات اللي مع جون إدوارد دي تنتهي، لإن يا كابتن جون إدوارد أنت ما تتدخّلش في تشكيلة، ما لكش فيه مين ينزل ومين ما ينزلش، مين أحسن ومين مش أحسن، ده كلام المدرب، ده ناحية المدرب، ده حق المدرب مش أنت أبدًا اللي تقول مين ينزل ومين ما ينزلش. عواد جمهور الزمالك متمسك بيه لآخر يوم معاه. إحنا عايزين عواد لو برجل واحدة، عواد لو برجل واحدة أفضل 100 مرّة من أي حارس تاني في الزمالك، وبدون ذكر أسماء. ده أولًا من ناحية عواد. ناصر منسي 10 على 10 وما ينفعش يمشي، كفاية إنك استغنيتوا عن ناصر ماهر، يعني لعيب كان حلو في نُص الملعب في ظل غيابات المنيلة ب60 نيلة اللي عندنا. أحمد حمدي يا ريت تستخدموا كابتن أحمد حمدي شوية، أحمد حمدي عنده كورة، عنده كورة أحسن من ناس كتير موجودة. الزمالك بيلعب من غير باكات، من غير باكات ولا باك يمين ولا باك شمال، واللعيبة الصغيرة اللي عنده دي هتكسب خبرات. افتكروا الزمالك من سنتين لمّا اتوقف له القيد برضه وخد الدوري سنة والتانية، افتكروا اللقطة دي. الزمالك باللعيبة دي هيقدّم أداء كويس جدًا، بس ياخدوا الثقة ويعملوا اللي عليهم، وصدّقني الزمالك هيكون في حتّة تانية معاهم، اللعيبة دي هي اللي هتنقذ الزمالك. الشوط التاني أنا حسّيت إن ولا الزمالك عايز يجيب أجوان ولا بتروجيت عايز يجيب أجوان. وفي الآخر مبروك لنادي الزمالك 3 بونت 10 على 10 كابتن معتمد جمال. ولكن يا كابتن معتمد ما تخلّيش حد يتدخّل في تشكيلتك بعد إذنك، بعد إذنك ما تخلّيش حد يتدخّل في تشكيلتك. أنت القائد، أنت اللي ممشّي الدنيا، ما تخلّيش حد يفرض رأيه عليك. حتى لو هتمشي أنت من الزمالك، أنت سيد قرارك وليس أحد تاني.